بقى يعني اللي مش دارس القصه دي او الرجاله المصريين عموما بيشوفوا الست او الزوجه ازاي. نزلنا صورنا كده وسمعنا اراء بعض الرجال في المراه في الزوجه، نتابعها مع حضراتكم. حته نكديه فعلا قد تكون نكديه بطبعها فعلا، وتحتاج الى راجل نكدي عشان يتعامل معاها كويس. بسبب ضغوط الحياه اللي موجوده، بسبب الشغل وظروف الحياه والاولاد، خاصه مع كبر السن ومع تقدم السن ومع تقدم الاولاد، المشاكل بتزيد والاسترس بيزيد. هي بترجع للراجل نفسه برضه، كان مكفي بيته او على مش مكفي بيته. الزوجه مغلوبه على امرها، لان الست بدأ الراجل لازم طبعا بدأ يجري طبعا يشوف اكل عيشه ويبقى مسؤول عنها في المصاريف ولازم منه. فطبعا اذا كان الراجل كويس ويراعي ربنا فيها هتبقى كويسه وعيشها تبقى حلوه. هو النكد اصلا مش من الزوج ولا من الزوجه، النكد اصلا من بعد عن ربنا. لو كل واحد عامل التاني بما يرضي الله مش هيبقى فيه نكد، لان دي سكن ليه وسكن ليها. فالموضوع مش موضوع مين ناكد ومين منكد. لا، عمر الزوجه ما كانت نكديه. النكد احنا اللي بنعمله، لان اسلوب الحياه اللي حوالينا وضغوط الحياه هي اللي بتجيب النكد. طبيعي الزوجه النكديه موجوده في كل بيت في مصر، والمصري في العموم لو ما لقاش زوجه نكديه ممكن يطلق اللي معاه ويدور على زوجه نكديه علشان تبقى الحياه على طبيعتها. دماغهم صغير، يعني كل حاجه نكد في البيت ما تعرفيش. حتى في الشغل، حتى الحريم او البنات في الشغل تلاقيهم دايما كده قافشين مع الرجاله على طول، مش طايقينهم. انت مع المقوله اللي بتقول ان الزوجه نكديه؟ اه طبعا نكديه فعلا يعني وربنا يسهل وخطيبتي ما تسمعش الموضوع ده. سمعته خلاص.